السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. تغذية كبار السن. لو هنتكلم على تغذية كبار السن، بنتكلم من سن 60 فيما فوق. ايه اللي بيحصل؟ الجسم في السن ده مش بيكون الأجهزة بتاعته بتشتغل بأفضل كفاءة ليها. يعني ايه؟ الكبد مش بيكون قدرته زي ما كان على ان هو يعمل او ينظم التمثيل الغذائي للجسم. نفس القصه مثلا عندي الجهاز الهضمي بيكون مش في اعلى درجاته او مش في احسن حالاته، فبيكون قدره الجسم على الهضم والامتصاص اقل. بالتالي اللي يحصل ايه؟ اللي يحصل ان يبقى في عجز من العناصر الغذائيه في الجسم. زي ايه؟ زي الفيتامينات والمعادن، مضادات الاكسده، كل دي بتقل في الجسم. المشكله الثانيه ان هم اصلا مش بيوصلوا للسعرات بتاعتهم من الاكل. يعني لو هو سعراته او هي سعراتها 1700 1600 سعر، هم اصلا مش بيوصلوا للسعرات دي. انت بتلاقيهم بيختصروا في الاكل. يعني هو لو كل حته جبنه كده وعيش، هو تمام كده زي الفل، وممكن ما يطلبش ان هو ياكل تاني طول اليوم، لان هم اصلا بيكون عندهم احساس مبكر بالشبع، وغير كده بيكون عنده سد شهيه. يعني هو ممكن يقعد طول اليوم ياكل حاجه صغيره قوي ومش حاسس ان هو جعان فعلا. فعشان كده لازم زي ما هم كانوا مركزين معانا، لازم حد يركز معاهم في موضوع الاكل بتاعهم. بنهتم بايه؟ اول حاجه عايزين نهتم بيها البروتين. اشمعنى؟ هتقولي البروتين عشان العضلات يعني؟ لا طبعا، مش بس العضلات، لان البروتين بيدخل في تكوين حاجات كتيره قوي في الجسم. زي ايه؟ النواقل العصبيه، الهرمونات، المستقبلات، ايات البروتين جاي فيها. بيدخل كمان في تكوين الكولاجين. الكولاجين ده اللي هو بيكون موجود في العضلات وفي المفاصل وفي العظام. وبرضو انا كمان محتاج ان انا اركز مع العضلات. ليه؟ احنا من بدايه سن ال30 بيبدا الجسم، شفت ساعه الرمل لما بتقلب؟ ده اللي بيحصل من بدايه سن ال30. انت الهدم في الجسم بيكون اعلى من البناء، فما بالك حد 60 فيما فوق. بالتالي هو الحاله المسيطره على الجسم هي حاله الهدم. فانا عاوز اركز اكتر مع العضلات. ليه؟ لو بصينا على السيدات مثلا، هتلاقي ان هي في عندهم هرمونات اللي هي السكس هرمونز زي الاستروجين مثلا. ده بيحسن او بيساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، بالتالي بيساعد شويه على كثافه العظام وبيخلي العظم ماسك نفسه شويه، خاصه ان هم بيكونوا معرضين اكتر لموضوع الهشاشه ده. فبعد المينيبوز او بعد انقطاع الدوره، الهرمونات دي بتبدا ايه؟ تبدا تقل. فايه اللي يحصل؟ مين اللي يتاثر؟ الكالسيوم يتاثر. فمع الوقت سنه ورا الثانيه يبدا العظم هو كمان يتاثر، ويدخل بقى في هشاشه عظام، وادخل في مشاكل في المفاصل وفي الركب. فانا عشان كده بدور على ان يكون عندي العضلات كويسه. طبعا انا مش بتكلم على العضلات بقى عشان انا مش عاوز ابلك بقى ومش عاوزه يمشي عامل كده، لا طبعا خالص. انا بتكلم لو مشي 3 مرات مثلا في الاسبوع نص ساعه، ده زي الفل. ليه؟ انا عندي هنا لو هنتكلم مثلا على المفاصل، الركبه مثلا، عشان دي من اشهر الحاجات اللي بيشتكوا منها. الركبه دي لو انا العضله اللي فوقيها بتاعت الرجل دي كويسه، هتبقى هي اللي شايله باقي الوزن بتاع الجسم. لكن لو ضعيفه ايه اللي هيحصل؟ هيبقى التحميل على ايه؟ هيبقى التحميل على المفصل، على الركبه. فعشان كده احنا عايزين نركز مع البروتين. بندخل لهم الخضار الورقي الاخضر. ليه؟ لان بيكون فيه كالسيوم، بيكون فيه بوتاسيوم، وبيكون فيه حديد. طبعا باقي الخضروات وباقي الفواكه بندخلها برضه. وكمان بيكون فيهم فوليك اسيد ومضادات الاكسده. ليه مضادات اكسده انا محتاجها قوي كده؟ عشان خاطر احنا قلنا الحاله المسيطره على الجسم الهدم اكتر من البناء، وفي حاله الهدم الجسم بينتج حاجات زي مثلا الشوارد الحره، فدي بنغطيها بمضادات الاكسده. من اهم الحاجات اللي لازم نركز معاهم فيها الميه. ليه؟ لان هم يا بينسى يشرب يا بيكسل ان هو يشرب عشان ما يدخلش التويلت. فلازم نركز معاهم في ايه؟ في الميه. هو لو ما شربناش ميه ايه اللي ممكن يحصل؟ اوقات بتلاقيه مثلا بيحس ان هو بيجيله دوخه او توهان للحظات كده، يحس ان هو تاه كده لحظات ورجع تاني. ايه اللي بيحصل؟ انا لما ما شربتش ميه الجسم حصل له ديهايدريشن او حصل له جفاف، فيقوم هو يحصل له الدوخه او يحصل له التوهان اللي بيحصل ده. وتلاقيه بقى يعني بيروح يدور المشكله فين، ويدور على الكبد، مشكله في الكبد، مشكله في الكلى، عشان التوهان اللي بيحصل ده. ونلاقي السبب اصلا ان هو مش بيشرب ميه اصلا في خلال اليوم.
كمان ممكن وقت التوهان دي او وقت الدوخه لو هو كان بيمشي او واقف او بيعمل اي حاجه ممكن يقع. وعندي مشكله جامده جدا لو حصل وقوع. ده في تشابتر كده او في جزء خاص في طب الشيخوخه اسمه مخاطر الوقوع. ليه بقى مخاطر الوقوع؟ تخيل كده انت عاوز تدخل حد مثلا 70 سنه، عاوز تدخله عمليات، وقابل بقى اكيد هو عنده واحد من الامراض المزمنه، وشوف لو الصفائح الدمويه عنده مظبوطه ولا لا، عشان خاطر ترد كسر او تغير مفصل. كل ده كنا ممكن يعني ما يحصلش ونتلاشاه بشرب ميه. شرب الميه يكون على الاقل 2 لتر في اليوم. بركز مع ايه تاني؟ بركز مع الملح، او بالظبط مش الملح، بركز مع الصوديوم، ان هو ما يبقاش عالي في الجسم، لان الصوديوم هيطرد كالسيوم، واحنا لسه كنا بنتشعبط ان يبقى في كالسيوم كويس في الجسم. طيب الصوديوم ده موجود فين؟ موجود في الملح. يبقى انا المفروض ملحي ما يكونش زياده، المخللات بقى والكلام ده كله احاول ان انا اقلله خالص على قد ما اقدر. ايه كمان بيكون فيه صوديوم؟ اي حاجه معلبات او اي حاجه محفوظه هيكون فيها صوديوم عالي، حتى لو عصير بيكون فيه صوديوم. وهما كمان تلاقيه مثلا يفتح علبه تونه، انا ماليش نفس فانا فتحت علبه تونه وكلت، انا كده اتغديت واتعشيت وعملت كل حاجه. فالتونه دي برضو هي محفوظه في الاخر، ففيها الصوديوم بيكون عالي. بالنسبه بقى لعدد الوجبات بتاعتهم، عدد الوجبات المفروض تكون مثلا 4 أو 5 وجبات. ليه؟ عشان تبقى وجبات قليله، لان زي ما قلنا هم اصلا بيكونوا بيحس بشبع بسرعه، وبيكون اصلا عنده سد شهيه، فنخلي الوجبات قليله عشان يحصل الهضم بسهوله. فرق ما بين الوجبه والتانيه حوالي 4 ساعات عشان يكون حصل هضم شبه كامل للوجبه اللي قبلها. وعشان كمان هم بيكونوا معرضين ان يحصل لهم بلوتنج او انتفاخات، فعشان كده بنقول الوجبات تبقى صغيره. الكافيين، ودي من الحاجات المهمه قوي، لو حد فيهم بيحب الكافيين فبيشرب بكميات كتيره في خلال اليوم، يحاول يبعدها خالص عن وقت النوم عشان ما يحصلوش ارق، لان هو الطبيعي اصلا ان بيكون عندهم ارق في النوم. وجبه الفطار من الحاجات المهمه جدا، لان اصلا معظم الامراض المزمنه او تقريبا الامراض المزمنه بيكون ليها جرعه مع وجبه الفطار. وكمان عشان هم بيكون عندهم حاجه اسمها، مش كلهم طبعا بس كتير منهم، هبوط ضغط الدم الانتصابي. يعني ايه؟ يعني لو قاعد او كان نايم وفجاه قام واقف بيحس ان هو بيدوخ. ليه؟ لان ضغط الدم بيقل. ده اسمه هبوط ضغط دم انتصابي. هو مش بيكون عنده مشكله، بس هو اتحرك فجاه. فعشان كده احنا لازم نهتم بالوجبات ونهتم بالاكل، وبالذات وجبه الفطار. وربنا يخليهم لينا، واشوفكم على خير ان شاء الله، ورب تكونوا استفدتوا.